يلا قومي هاتي المانجا اللي في التلاجة وتعالي اعملي معايا الوصفة الحلوة دي. مقاديرها سهلة وبسيطة جدا. جديد طعمه حلو. حاجة كده شيك وتتقدم وتتعمل كلها كده على بعضها في نص ساعة. نص ساعة تكوني طلعتي احلى طبق تقدميه لضيوفك او لولادك بمنتهى السهولة. يلا بينا نبدأ مقاديرنا مع بعض. الاول هنسمي الله وهننزل على الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجه عندي كوبايه زبده بدرجه حراره المطبخ. طب ايه بديل الزبده؟ ممكن زيت او سمنه او ميكس ما بين الزيت والسمنه او الزيت والزبده او سمنه وزبده، اللي متاح عندك اشتغلي بيه. ونزلت عليهم بكوبايه من السكر البودر وهبدا اخلطهم حلو مع بعض بالمضرب العادي خالص او بالمعلقه بالسباتيول، اي حاجه اللي متاحه عندك، لغايه ما يبقى معايا كريمي وهش بالشكل ده. هبدا انزل عليه بفانيليا، رشه من الفانيليا، وهنزل عليه بمعلقتين كبار من الكاسترد. لو ما عندكيش كاسترد هيبقى ايه بديله النشا على طول، تمام. وهنزل عليهم كمان بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وهقلب بقى المكونات دي كده مع بعض. لغايه دلوقتي مقادير سهله وبسيطه وطريقه عجن يعني مفيش ابسط من كده. في المرحله الجايه دي بقى هكون مجهزه عندي، جايبه حبايه المانجا الحلوه بتاعتي دي، واخده بس البوري بتاعها يعني اللحم بتاع المانجا مش عليه ميه خالص. وهبدا اخلطه عندي على المكونات بتاعتي بالشكل ده. كل اي قطعه انت شايفاها دي هتدوب كلها في العجن، مفيش اي مشكله خالص. بعد المرحله دي هبدا انزل عندي برشه من الملح، ده اساسي معايا في اي وصفه. وهنزل عليهم بكوبايتين ونص من الدقيق، دقيق جميع الاستخدامات. بعجن. طيب حسيت ان هي محتاجه معايا معلقه او اتنين دقيق بضيف. انا المقدار ده مظبوط معايا، ما ضفتش اي حاجه خالص، بس بيفرق نوع دقيق عن نوع دقيق. عندي هنا العجينه اهي بتلزق، شايفين ايدي التانية اللي مش النظيفه اللي ما بعجنش بيها، مسكت بيها العجينه، فكده عندي العجينه ما بتلزقش في ايدي، فكده العجينه عندي ممتازه. يعني مش هلاقيها بتلزق في ايدي اضيف تاني دقيق، لا. شايفين طريقه التشكيل؟ انا عندي هنا بالمعلقه بقطع بحيث انها تبقى عندي القطع متساويه، وبالشوكه بشكلها بالشكل ده. مفيش ابسط من كده طريقه تشكيل، يعني في ثواني بتكوني عملتيها. بجيب الصواني بتاعتي مش دهنها اي حاجه خالص، انا طبعا حاطه زبده في الوصفه فطبيعي مش هدهن الصواني اي حاجه. برصها في الصواني بتاعتي، بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، بتاخد معايا من حوالي من 10 ل 15 دقيقه في الفرن، بيطلع عندي الكوكيز بالحلاوه دي. شايفين؟ تحفه. لونه من جوه زي لونه من بره. هش تحفه، ما زادش معايا ما فرش معايا لان المقدار مظبوط. هاجي بقى عندي كده شوكولاته بيضه، بحطها عليها معلقتين من الزيت وبدخلها الميكروويف او على حمام مائي بسيحها، بتكون عندي بالشكل ده، وابدا ازوق بيها البسكوت بتاعي. دي خطوه اختياريه، احنا بنخلي الحاجه شيك كده ايه واحنا بنقدمها. وعندي بقى زر الورد ده متاح عند العطارين، ما فيهوش اي مشكله، بزوق بيه. عندك فرماسيل، انا زوقت شويه بالورد وشويه بالفرماسيل، وكده بقى عندي الكوكيز بتاعي تحفه. مع بقى كوبايه شاي، مع فنجان قهوه، مع كوبايه شاي بحليب، واقعدي كده بقى ومزمزي فيه. تحفه. في دقايق هتكوني عملتيه بالظبط، اخد مني نص ساعه. نص ساعه هتكوني عملتيه وزوقتيه وقدمتيه لضيوفك. الساده شايفين شكله تحفه. واللي انا زوقته روعه، طعمه حلو قوي قوي قوي. لازم تجربوه بجد، هيعجبكم جدا. مقاديره سهله وبسيطه، ونجدد كده لاولادنا في الحاجات بتاعتنا. وصفته سهله وان شاء الله تجربوها ويعجبكم. مستنيه رايكم في التعليقات، اي حاجه عايزينها اكتبوا لي في التعليقات، ويا ريت نعمل لايك للفيديو ونرفع الفيديو باللايك، والصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.